السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لكم الحجازية الاسكندراني، عملتها بطريقة احترافية، خامات موجودة في كل بيت وسهلة. وبصوا يا جماعة الحشو عامل ازاي، ولا الطعم ولا اللون، وبصوا الذوبان بتاعتها والحشو بتاعها. ونكمل الفيديو للآخر عشان فيه أسرار في التسوية وأسرار في الشغل. وبصوا يا جماعة السوا فوق وتحت حاجة تخطف العقل. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات شيف منصور للطبخ اصول. وهنعمل النهاردة بناء على طلب حضراتكم الحجازية الاسكندراني بطريقة سهلة. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهاردة، احنا معانا 3 مراحل. المرحلة الأولى ربع كوباية سكر، نص كوباية مية، خميرة. دولت هندوبهم كده. بعد ما قلبناهم كده يا حضرات بنسيبهم على جنب، بنغطيهم بكيس بلاستيك او اي فوطه. الموضوع الثاني اللي معانا النهارده، معانا 2 كوبايه سميد اهو، سميد بسبوسه، 2 كوبايه دقيق زي ما حضرتك شايفه ست الكل اهو. موضوع بسيط جدا اهو. بعد كده معايا 1 كوبايه سمنه، معايا نص كوبايه زيت، وبنقلب الكلام ده كله مع بعض. كل ده يا حضرات بيشتغل مع بعضيه اهو، وبنقلبه كويس جدا كاننا بنعجن البسبوسه اهو. ودور المعلقه الاسباتول الخشب او المعلقه الخشب انتهى. بنقلب فيها كده عشان خاطر السمنه تشرب مع السميط ومع الدقيق وتديني كده حاجه ناعمه وملمس جميل اهو. اهو بصوا حضرات كده الميه والخميره والسكر اللي احنا عملناهم عملت فقاقيع كده، وبنروح نازلين بالكميه كلها مره واحده وبنستمر في التقليب. هتطرى معانا شويه ما تقلقوش، هنسيبها لمده نص ساعه. هيبتدي السميط والدقيق يشربوا السوائل اللي في العجينه بتاعتي، وهنقدمها مع بعض. وهتشوفوا بعد ما تتجانس مع بعضها الشكل هيبقى عامل ازاي اهو. بصوا يا حضرات اهو، كانك بتعجني بسبوسه بالظبط اهو. وده يا جماعه شكلها، بس للامانه هي عايزه شويه ميه تاني، فهنديها حوالي نص كوبايه ميه تاني اهو، عشان السميط اللي عندي سميط خشن والدقيق عندي فيه عرق كويس. فاديتها انا شويه ميه تاني اهو، حوالي تلت كوبايه، يعني اقل من نص شويه دي للامانه اهو. ولازما اي حاجه بتقابلني وانا شغاله اوريها لحضراتكم. اعمل بقى الحشو بتاع العجازيه بتاعتنا. كوبايه سميط، وواحد كوبايه سكر، 2 نص كوبايه جوز هند، 2 معلقه كاكاو، زبيب او مكسرات حسب الاختيار، قرفه. وبننزل عليها كده بنص كوبايه ميه بنبلها زي الرمله. وده الحشو بتاعي اللي هحشي بيه الحجازيه الاسكندراني اهو. ده الحشو بتاعنا يا حضرات. الشكل بتاعه اهو، والعجينه بتاعتنا اصبحت جاهزه والحشو اصبح جاهز. وهوريكم التركه بقى بتاعه تقفيل الحجازيه الاسكندراني. حاجه يا حضرات، بنقسم العجينه نصين، بناخد النص كده بنفرده على كيس بلاستيك زي ما حضرتك شايفه كده، وبنجيب كيس تاني كده وبنفرد اهو اهو. كل اللي احنا عايزين نعملها جزئين عشان نحطها على السرفيز او صينيه اللي هتخش الفرن زي ما بتسموه في بلدكم. بنفرد اهو اهو. سمك كده يعني ايه نص سنتي، مش سمك كتير اهو. بعد كده بنشيل احنا الجزء اللي فوق، بنجيب احنا الصينيه اهو زي ما حضرتك شايفه ست الكل اهو. بنسحب شويه اهو، بنيجي هنا اهو نروح ننزلينه على طول زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما نزلنا بيها بنعمل لها كده حرف اهو، لازم أن يكون في حرف عشان الحشو ما يخرجش من الجناب. ده بالنسبه للرق الاولاني زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل، زي ما حضرتك شايفه اهو يا سيد الناس. بعد كده الحشو اللي عندي ده اهو بيبقى عامل عندي مندي اهو، ببتدي افرشه في النص كده اهو. ده الحشو بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله، وداعا لشرائها تاني. وكده انتهينا اهو من تقفيل الحشو. هنعمل الطبقه التانيه مع بعض. نفس الكيسين اهو اللي احنا عملناهم، بنعملها طوليه كده. والكيس الاولاني اهو، وخلي بالكم دي ما فيهاش كيس من تحت، دي على الصاج على طول. لا تفتكروا ان احنا اشتغلنا بالكيس ونزلناه. بنعمل بقى الكفرنج اللي بره اهو زي ما حضرتك شايفه اهو. بنحط كيسين ليه؟ عشان ما تلزقش مننا.
ولما نيجي نشيلها ونرفعها تبقى سهله معانا وما تتكسرش. بنشيل الكيس اللي فوق ونقرب الصينيه بتاعتنا ونيجي بقى ايه عشان نقفلها كويس اهو. بصوا الموضوع عامل ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله اهو. بننزل كده، جبنا بقى واحده اصفر بيض كده من فوق اهو ونلمعها كده زي القمر اهو. وبظهر الشوكه بتاعتنا اهو بنمشي كده اهو. هناخد طول وعرض، طول بناخد العرض برضو اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل. موضوع بسيط. نبتدي بقى نقطعها على الحجم اللي احنا عايزينه عشان مش هينفع تتقطع بعد السوا. بنيجي هنا بنروح جايبين بقى الحجم اللي احنا عايزينه اهو بسم الله اهو. بنقطعها كده، قلنا نجيب المقطع افضل اهو. بص يا ست الكل اهو، موضوع بسيط جدا. والحجم اللي انا عايزاه اكبر اصغر اللي سيادتك عايزاه اشتغليه. وعشان الشيف منصور بقى بيحلل حلو، عندي بقى شويه لوز فايضين من وصفه البسبوسه اهو متقشرين، بنحطهم في نص القطعه كده اهو. وانتهينا من تشكيل اللوز، وبعد كده هندخلها الفرن زي ما قلنا على درجه الحراره وننتظر مع بعض السوا. وزي ما حضراتكم شايفين خرج القمر من الفرن بسم الله حبيبي يا رسول الله. وبعد كده بس بنمشي على مكان ما قطعنا كده عشان لما نيجي نخرجها ونقدمها لضيوفنا او لاولادنا ما تتكسرش مننا اهو. انتهينا من تقطيعها بقى، عشان دايما اقول لكم تابعوا الفيديو للاخر. ده شربات تقيل اللي هو شربات الكنافه والجلاش. يعني بنجيب كوبايه سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه، يغلوا على النار هاديه لمده 7 دقائق ونبرده. دايما بيبقى عندي جاهز. هنيجي بقى من على وشها كده ونسقسق كده. بصوا يا حضرات الموضوع عامل ازاي. ما نزودش شربات عشان خاطر ما تعملش معانا ايه، تفك مننا وتبقى مرنخه كده وما تعيش معانا وتقعد معانا يوم واتنين واسبوع ناكلها بالهنا والشفا اهو. زي ما حضراتكم شايفين بالفرشه كده بسيط قوي قوي، عشان انا مش حاطط فيها سكر غير في الحشو بس، لكن العجينه ما فيهاش سكر. وبعد ما تبرد ازاي هنقدمها مع بعض على بركه الله. ودي طبعا كانت نهاية وصفة الحجازية الاسكندراني. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، والله العظيم موضوع يدرس. ودي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياة، ودمتم في امان الله. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو يوصل اكبر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.